بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة بنكمل مع بعض درس أخطار المياه. وإحنا عارفين إن درس أخطار المياه من درس الأخطار الطبيعية أو من وحدة الأخطار الطبيعية. خدنا في الحصة اللي فاتت الفيضانات، النهاردة بناخد السيول. السيول هي عبارة عن تجمع مياه الأمطار. الأمطار ميتها اتجمعت بعد ما كانت ماشية في كذا سير أو في كذا وادي، قامت كل الأودية ديت اتجمعت. بص كده على كف ايدك، افتح كده كف ايدك معايا. شايف صوابعك؟ 5 صوابع اهمت ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. هنفترض ان كل صابع من دولت هو عبارة عن مجرى مائي، وكلهم بيجروا ناحية الكف لحد ما كلهم اتجمعوا في الدراع بتاعك من فوق. شوف، بعد ما كان الواحد فيهم في سمك الصابع بقوا كلهم في سمك الدراع. وطبعا احنا عارفين الاتحاد قوة، يبقى تنشأ نتيجة تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة واندفاعها بشدة في الأودية الصغيرة لحد ما تتجمع مع بعض. طيب السيول لها آثار سلبية. ايه الآثار السلبية؟ بتدمر المباني زيها زي الزلازل وزي البراكين وزي الفيضانات، وبتعمل خسائر في الأرواح زي الزلازل والبراكين والفيضانات، وبتدمر الطرق وكثرة الحوادث برضه نفس الكلام، وبتتلف المحاصيل. يبقى أنا ممكن أو من مميزات الوحدة دهيت إن كلها أخطار بتعمل تقريبا نفس النتائج، بتدمر المباني والمنشآت والطرق والمحاصيل، وخسائر فين؟ في الأرواح. يعني حاجة سهلة جدا، لو أنت حفظتها مرة هترتاح جميع المرات اللي بعد كده. كيف أتحكم في مخاطر السيول؟ إحنا قلنا في البراكين والزلازل والحاجات ديت بتحصل، يعني بتحصل. طيب السيول برضه ممكن تحصل، بس بنبقى عارفين باقي الاماكن. يعني احنا عندنا في مصر مثلا اسوان وسينا، دولت بيحصل فيهم سيول. قال لك ما نجيش بقى عند الاماكن اللي احنا عارفين ان بيحصل فيها سيول ونبني بيوت، لا، نحاول نبني البيوت بعيد عن الاوديه الجافه. الاوديه الجافه يعني الترعه اللي هي مثلا ناشفه، اللي هي بيبقى لما بيحصل شتاء هيجري فيها الميه، فبالتالي هتبقى مندفعه. ما نجيش بقى قدامها ونبني البيت، لان كده كده هيبقى في ضغط. عمل ترع ومصارف للمياه حول الأراضي والمباني. طب احنا دلوقتي عندنا قرية اتبنت بالفعل، وعارفين ان المية هتيجي والسيل هيجي ناحيتها، نقوم جايين كده احنا عاملين للسيل مجرى بحيث ان هو يحود بعيد عن القرية ديت. يبقى احنا نعمل له كده زي بتاع السكة الحديد، ما بيعمل تحويلة للقطر يوم القطر يقوم رايح اتجاه تاني، او احنا برضو نحاول نعمل كده لمجاري السيول. طب احنا مش عارفين نعمل كده، قال لك ممكن نيجي بقى على المكان اللي بيجري فيه السيل ونقوم عاملين سد. يبقى انا كده حجزت الميه عن المكان اللي انا عايز امنه. يبقى انا عندي ازاي اتحكم في مخاطر السيول او اقلل من خطوره السيول؟ ان انا ابني القرى والمدن والبيوت بعيد عن الاوديه الجافه. الاوديه الجافه ديت اللي ساعه ما يحصل مطر شديد هيجري فيها الميه، يبقى انا كده ببعد عن السيول. طب انا فعلا عندي البيت ومانيش عارف اعمل ايه، اقوم جاي قبله واقوم عامل تحويله او اقوم عامل ترعه او مصرف لحوالين الارض او المباني دي. طيب عندي برضو فكره اللي هي ان انا اعمل سد، والسد دهوت يبقى على المنطقه اللي هي فيها الوادي اللي هيجي فيها الميه، عشان يمنع ان هو يدمر المحاصيل او البيوت او الارواح او الطرق والمواصلات. بنيجي نبص على حاجة اسمها الانهيارات الجليدية. انهيار جليد، ويمكن احنا بعضنا لو دخلت على اليوتيوب وكتبت انهيارات جليدية هتشوف ناس كانت بتتزحلق وفي منتهى السعادة ومرح، وفجأة الجبل انهار بيهم وبقت كارثة، وبقى فيه أرواح كتير راحت. ربنا يرحم الجميع. صلي بينا على النبي. الانهيارات الجليدية هي عبارة عن تحرك الجليد. التلج بيتحرك من أعلى الجبل إلى أسفل الجبل بسرعة شديدة، ممكن توصل ل 300 كيلو متر. شوف الواحد فينا لو راكب مواصلات والعربية مثلا زودت عن 120 كيلو بيحس بالخطر. طب 140 150 200 يحس بالخطر أكتر. طب 300؟ طب إيه رأيك بقى لو 300 ومش خطر بقى عربية، يعني في العربية هو بقى قاعد وحواليه شبابيك وكده، لا ده بتبقى يعني دي كارثة. يبقى الانهيارات الجليدية بتوصل ل 300 متر.
ل 300 كيلو، 300 ايه كيلو متر في الساعة سرعتها. خلي بالك انا قلت قبل كده ان في حاجة بتوصل لاعلى من 30 متر لما كنت بكلمك على ايه، على التسوناميش. طيب ايه هي اسباب الانهيارات الجليدية؟ الناس كانت بتتزحلق ايه وبتلعب، ايه اللي حصل وخلى الجليد يسيح؟ ممكن تكون الشمس طلعت، يبقى ارتفاع لدرجة الحرارة جامد عن ما احنا متعودين، فبالتالي الجليد حصل له عملية ذوبان. او كان في غابة واحنا قطعنا الاشجار، فالاشجار ديت كانت مثلا ايه ماسكة، فاحنا لخلخنا الارضية اللي هي عبارة عن جليد. الاثار السلبية للانهيارات الجليدية، ايه الحاجات الوحشة اللي ممكن الجليد لما ينهار يعملها؟ قال لك هيدمر المباني زي الزلازل والبراكين والسيول والفيضانات، كلهم بيدمروا المباني، وهيعمل خسائر في الارواح وقتل العديد من البشر زيهم بالظبط، وهيعمل فيضانات، واحنا خدنا في الفيضانات ان انهيار الجليد بيؤدي للفيضان. يبقى انا عندي انهيار الجليد بيعمل ايه؟ فيضان، ويعمل خسائر في الارواح، ويعمل تدمير في المباني والمنشآت، وطبعا تعطيل في حركة النقل والمواصلات، وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاع النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم. اي حد عنده سؤال او استفسار يا ريت تسيبوه لي على صفحة مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب. وسؤال النهارده: سرعة الانهيارات الجليدية بتبلغ كام في الساعة؟ اللي يعرف يكتبوا لي تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.